اللبسة الفاسية قطعة فنية باذخة ترتديها العرائس يوم الزفاف مزهوات بعراقتها. منذ القدم أبهرت العالم بتعقيدها وبتفاصيل تطريزها. المعلم عبد القادر الوزاني الذي يبلغ من العمر 80 سنة، آخر الصناع التقليديين بفاس العتيقة الذين يملكون أسرار قماش البروكار بتقنياته المتشعبة. هو الصانع الماهر كعازف البيانو الحاذق، يتلاعب بنوطات هذه الخيوط الحريرية، إنها معزوفة البروكار. اللبسه الفاسيه كتكون من الحرير والسقلي والمواد ديالها كلها طبيعيه، ما فيهاش شي ماده عينه. وهي اللبسه ديال العروسه المشهوره، وموراها القفطان ديال البروكه والقفطان ديال الخريب، والمسائل كلها تقليديه على حقها وطريقها. إضافة إلى التعقيد البالغ في نسج الثوب البروكار، تعقيد آخر في عملية ارتدائه يتطلب دربة توارثتها الأجيال. الجيل ديالنا ديال دابا راه كيحماق عليه، ما يمكنش شي عروسه ما تطلبش الفاسيه في العرس ديالها تكون. اولا هي داك الخريب راه عنده تاريخ، وكانوا الناس كيحطوا فيه اموال باش كيوجد داك الخريب. ما شاء الله الشريف الوزاني راه تبارك الله راه عبر العالم التراث ديالو ديال البروكار اللي كيوجد وكيصوب لنا في